لمّا المطر ينزل هنا في الريف، دماغي بتبقى مش عارفة هاعمل إيه، آكل إيه. عندنا في مِنَس بنقول ترِم، يعني نِفْسي في حاجة حلوة، والمطر دايمًا بيبقى مع الأرز، مع شوربة فراخ، في الحالة دي مع فرخة بلدي. في فيديو تاني ورّيت فيه إزاي باحضّر الفراخ، جانا تعليقات كتير زي يا حرام الفرخة، بس هنا إحنا بنربيها للأكل بصراحة، أنا مش باقتلها، دي حاجة جوزي بيعملها وأنا ما عنديش الجرأة، بس الباقي كُلّه أنا اللي باعمله. وباحب أطبخه كويس عشان ياخد لون حلو، وباحط كمان كركم. الفراخ البلدي مش باقليها بس باحمّرها، وبعدين باحط مَيّة واسيبها تستوي. من أحلى الأكلات اللي باحبها الفرخة البلدي مع عصير الذرة، حاجة طعمها بجد خرافة. عصرت 4 كوز ذرة كانت مجمدة وضربتهم مع شوية مَيّة، بعدين صفيتهم وضفت توم وملح ومرقة الفراخ. يا سلام على الطعم! الفراخ دي مش أي فرخة، دي بلدي متعودة على الطبيعة، وباسيبها تغلي وتتقل شوية. بعد ما تستوي باحط الأحشاء زي القلب والكبد وبصلة، والنتيجة كان بالضبط اللي أنا عاوزاها. نديها تستوي كويس، وأنا كنت نفسي في طبق رز مع الشوربة دي. يا رب طعمها كان فوق الوصف. ما تنسوش تعملوا لايك وفولو. باحبكم أوي. سلام.